اسمي وائل طلعت، انا شغال متطوع في حمله 18 يوم. الحمله هدفها الاساسي ان احنا نوعي الناس لفكره ان احنا ما ننتخبش حد من الفلول مره تانية، علشان النتيجه كانت صادمه شويه لمعظم الناس اللي هي بتاعت المرحله الاولى، ان احنا لقينا ان في 5 مليون ونص واحد مصوتين لمرشح للاسف بدون برنامج انتخابي، وده طبعا حاجه فاجئتنا. فاكتشفنا ان في ناس كتير محتاجه توعيه بشكل مكثف ومن الشارع، مش كفايه طب الانترنت وائل، انت عملت ايه النهارده والفكر. مع المتطوعين اللي هيشاركوا في الحمله؟ يعني كلمتوهم عن ايه وكده؟ قعدنا نتكلم مع بعض، اتفقنا كده، عملنا حاجه زي برين ستورمنج كده، بحيث ان احنا نطلع ايه الحاجات اللي ممكن الناس ان هي تقولها لنا اسباب انتخابهم لشفيق، وايه الردود اللي موجوده عليها. طبعا مفيش نقطه من النقط مفيش عليها رد يعني، بس هي الفكره كلها ان احنا نجمع افكارنا كلنا ونتكلم مع بعض بشكل سليم. طب هو اقناع الناس مش سهل برضه؟ اقناع الناس مش سهل، مش كل الناس سهل ان احنا نقنعها، بس هي اهم حاجه ان احنا هتتعاملوا نسمع معاهم منهم بقى الأول. ازاي؟ مع وفي ناس طبعا مختلفين، يعني فئات مختلفه. اللي ما عندوش استعداد ان هو يسمع مش هيسمع خلاص. احنا مش هنجبر حد ان هو يسمع مننا، طب بس خطتكم ايه اهم بقى؟ حاجه هتعملوا ايه؟ هتنزلوا تروحوا فين؟ هننزل ان شاء الله عند محطات المترو اللي هي الزحمه شويه، ونبدا ان احنا عند المخارج نبدا نوعي الناس باذن الله. تمام، ربنا يوفقك يا وائل ان شاء الله. دعواتك ان شاء الله.